راجل غني بيقع في حب ست جميلة وما كانش يعرف إنها هتكون السبب في دمار حياته بالكامل. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ مع رجل أعمال غني جدا اسمه لويس، وبيكون مستني وصول عروسته جوليا بعد ما نشر إعلان في الجريدة إنه بيدور على عروسة. واللي أول ما بتوصل وبتنده على لويس بيتفاجئ إنها جميلة جدا، وشكلها بيكون مختلف تماما عن الصورة اللي بعتتها له. وساعتها جوليا بتقوله إنها بعتت له صورة أختها إيميلي على إنها هي، وبتعرفه إنها عملت كده علشان كانت عايزة تشوف هل هيكون مستعد للجواز منها حتى لو شكلها مش جميل ولا لأ. وبعد ما بتعتذر له، لويس بيقول لها إن هو كمان كدب عليها، لأنه في الحقيقة هو راجل غني جدا ومعاه فلوس كتير، ولكنه ما ذكرش ده في الإعلان لأنه كان عايز ست تقبله زي ما هو. وفي الليل لويس وجوليا بيتجوزوا في الكنيسة، ومع مرور الأيام لويس بيقع في حب جوليا، والاتنين بيعيشوا في سعادة مع بعض. وفي يوم لويس بياخد جوليا علشان يروحوا يتفرجوا على مسرحية، وأثناء ما العرض شغال جوليا بتقوم من مكانها وبتروح تتكلم مع ممثل خلف الكواليس. ولما لويس بيشوفها بيروح ينده عليها وبيسألها مين ده، ولكن جوليا مش بترضى تقوله وبتغير الموضوع. وتاني يوم بيوصل جواب لمكتب لويس جاي من إيميلي أخت جوليا، ولما لويس بيقرأ الرسالة اللي فيه بيعرف إن إيميلي قلقانة جدا على أختها جوليا لأنها مش بترد على الرسايل بتاعتها. ولما لويس رجع للبيت ادى الرسالة لجوليا وطلب منها تطمن أختها، ولكن جوليا رفضت وقالت له لأ، لأن أختها كانت معاملتها قاسية جدا معاها. بس مع إصرار لويس إنها لازم تكتب لها رد وتطمنها، جوليا بتوافق. وفي الصبح لويس بياخد جواب الرد من جوليا وبيوصله بنفسه لمكتب البريد. وتاني يوم لويس بيودي جوليا للمحامي بتاعه وبيعمل لها توكيل رسمي علشان تقدر تسحب الفلوس اللي عايزاها من حسابه في أي وقت. وفي يوم بيجي راجل اسمه والتر وبيروح يقابل لويس، وبيعرفه إن هو محقق جاي من طرف إيميلي أخت جوليا علشان يطمن على جوليا ويتأكد إذا كانت اتجوزت فعلا ولا لأ. ولما لويس بيعرفه إن جوليا بخير وإنهم متجوزين من فترة، وولتر بيقوله إنه محتاج يتأكد من ده بنفسه، وبيعرفه إنه هيزورهم بكرة بالليل. وتاني يوم إيميلي أخت جوليا بتروح بنفسها لمكتب لويس، وبتعرفه إنها قلقانة جدا على أختها. فلويس استغرب وقال لها مش جوليا بعتتلك رسالة وطمنتك؟ وإيميلي قالت له أيوة، ولكنها عرفته إن الخط اللي في الرسالة مش خط أختها جوليا. فلويس بيتصدم وبيرجع للبيت بسرعة، وبيعرف من الشغالة إن جوليا خرجت من الصبح وما رجعتش لحد دلوقتي. ولما لويس راح بص في دولاب جوليا لاحظ إنها أخدت الملابس بتاعتها. ولما كسر قفل الصندوق بتاعها وفتحه لقي جواه صور جوليا الحقيقية، وكانت موقعة على الصور بنفسها. وساعتها لويس اتأكد إن الست اللي اتجوزها دي مش هي جوليا، ولكنها انتحلت شخصية جوليا. ولما لويس جري على المحامي بتاعه علشان يطمن على فلوسه، اتصدم لما عرف إن جوليا أخدت كل فلوسه اللي في البنك من خلال التوكيل اللي عمله لها. ولما رجع للبيت والشغالة حاولت تهديه، لويس قال لها إنه حب جوليا المزيفة جدا، ولكنه عرفها إنه هيدور عليها في كل مكان علشان ينتقم منها لأنها خدعته. وبعد ما لويس قلب الدنيا عليها ومقدرش يلاقيها، حياته اتدمرت وبقي يسكر كتير. وفي يوم قابل وولتر بالصدفة وعرفه إن مراته هربت بعد ما أخدت كل فلوسه، وإنه مش عارف يلاقيها. ولما طلب منه المساعدة في العثور عليها، وولتر وافق، والاتنين راحوا للسفينة اللي جوليا المزيفة جت عليها. وبعد ما وروا صورتها للقبطان عرفهم إنه شافها مع فرقة مسرح كانت مسافرة على السفينة، وقال لهم عن مكان الفندق اللي بتقعد فيه الفرقة دي. فلويس وولتر راحوا قعدوا في نفس الفندق، وأثناء ما لويس كان بيطلع الملابس بتاعته وولتر لاحظ إن لويس معاه مسدس في الشنطة، فراح أخده من غير ما لويس يشوفه وغير الرصاص الحي اللي فيه برصاص في شنك. وبعد ما لويس راح قعد في مطعم الفندق شاف مراته وهي واقفة بتتكلم مع راجل غريب. ولما سأل موظف الفندق عن الراجل ده، الموظف قاله إن ده يبقى عقيد واسمه روس، واللي واقفة معاه دي تبقى خطيبته بوني.
فلويس استغرب وما كانش فاهم حاجة، واستنى لما مراته دخلت للأوضة وراح وراها، وبعدها طلع المسدس ووجهه ناحيتها. ولكن الغريبة إنه لاحظ إنها بتبصله وبتقوله اقتلني. وساعتها لويس قال لها انت عايزاني اقتلك زي ما انت قتلت جوليا الحقيقية صح؟ وبوني ردت عليه وقالت له ما حصلش، وإن جوليا الحقيقية فقدت الوعي وماتت لوحدها وهي على السفينة. وساعتها صديقها بيلي اقترح عليها إنها تنتحل شخصية جوليا علشان ياخدوا كل فلوس لويس. وعرفته إن الممثل اللي كانت واقفة معاه خلف كواليس المسرحية كان هو بيلي. وكانت بتقوله ساعتها إنها مش هتقدر تكمل في الخطة لأنها بدأت تحب لويس. ولكن لما لويس أصر إنها تكتب رسالة لإيميلي أخت جوليا، ما كانش قدام بوني غير إنها تهرب، لأنها كانت عارفة إنها هتتكشف بسبب الرسالة دي. وساعتها لويس قال لها إن على الرغم من كل اللي عملته فيه، إلا إنه مش قادر يعيش من غيرها، وإن حبه ليها معجزه ومش قادر يقتلها. وبعد ما بوني بتعتذر له، بيقضوا الليلة مع بعض. وبعدها لويس بيروح يقعد مع والتر، واللي بيوريله مقالة مكتوب فيها إن الشرطة بتدور على بوني بعد ما انتحلت شخصية جوليا. وكمان الشرطة بيشتبهوا في بوني إن ليها علاقة بوفاة جوليا. وساعتها لويس بيقوله إن مراته بوني ملهاش علاقة بقتل جوليا. وبعدها لويس بيروح ياخد مراته بسرعة وبيسافروا مع بعض البلد صغيرة، وبيقعدوا في شقة هناك علشان بوني تبقى بعيدة عن الشرطة. وبعد فترة لويس بيتفاجئ برؤية وولتر قدامه، وبيقول للويس إن الشرطة جالها بلاغ إن بوني موجودة هنا. ولما بيسأله إذا كان شاف بوني، رد لويس بيقول لأ، وبيسيبه وبيرجع للشقة بسرعة علشان ياخد بوني ويهربوا. ولكن قبل ما بيمشوا، وولتر بيوصل لهم وبيروح يهجم على لويس، وبتحصل معركة قوية ما بينهم لحد ما لويس بيطلع سلاحه وبيخلص على وولتر. وبعدها لويس قال لبوني إن المحقق ده كان جاي يسلمها للشرطة. وساعتها بوني قالت له إنه يروح يحجز تذكرتين قطر علشان يمشوا من هنا، وهي هتتصرف وتحاول تخفي أثر الجريمة. وبعد ما لويس بيمشي، بوني بتروح تشيل الشنب المزيف من على وجه وولتر، وهي بتقول أخيرا رحلت يا بيلي، ودفعت تمن كل الذنوب اللي عملتها في حياتك. وساعتها بنعرف إن وولتر في الحقيقة يبقى هو بيلي صديق بوني، وكان بيمثل على لويس إنه محقق. وفي الوقت ده بيلي بيفتح عينيه، وبوني بتتفاجئ إنه لسه عايش. وساعتها بيلي بيعرفها إنه لما كان في الفندق مع لويس، بدل الرصاص الحي برصاص فشنك علشان كان معتقد إن لويس أول ما يشوف بوني هيقتلها. وبيلي بيعرفها إنه ممكن يخلص عليها دلوقتي لأنها حاولت تهرب منه، ولكنه مش هيعمل كده لأنه اكتشف إن لويس لسه معاه ممتلكات تانية، ومحتاج مساعدتها في إنهم يسرقوا الممتلكات دي كمان. ولما بوني رفضت طلبه، بيلي قال لها إنها لو ما عملتش كده هيخلص عليها هي ولويس. ومع ضغط بيلي المستمر، بوني بتضطر إنها توافق. وفي الليل لما لويس رجع للشقة، بوني مرضيتش تحكيله حاجة عن بيلي، وكدت عليه وقالت له إنها اتخلصت من الجثة. وتاني يوم الاتنين سافروا مع بعض البلد تانية، وبوني بدأت تعلم لويس لعب القمار علشان يكسبوا فلوس ويقدروا يعيشوا. وبعد ما لويس فهم اللعبة، راح للبار وبدأ يلعب مع الناس اللي هناك. وبمساعدة بوني في معرفة ورق اللعيبة، لويس كان بيقدر يفوز على طول. ولكن في مرة في لاعب من اللي موجودين كشفهم، فاللعيبة أخدوا كل الفلوس اللي كانت مع لويس وفضلوا يضربوه، وكمان اعتدوا على بوني. وبعدها رموا الاتنين في الشارع. وساعتها بوني عرفت إن لويس مش بينتمي للعالم بتاعها، ومش ممكن أبدا يكون زيها. وعلشان كده قررت إنها تنفذ الخطة بتاعت بيلي، وطلبت من لويس إنه يتصرف ويجيب فلوس علشان يقدروا يعيشوا. وبالفعل لويس رجع لبلده وباع كل الممتلكات بتاعته. وبعد ما رجع لبوني، لاحظ إن تصرفاتها اتغيرت معاه. وفي يوم فضل يراقبها ويمشي وراها لحد ما اكتشف إنها بتقابل بيلي في السر. فلويس اتصدم لأنها خدعته مرة تانية. وبعد ما بوني رجعت للبيت، راحت قدمت شاي للويس كانت حاطة فيه مادة قاتلة علشان تنهي حياته. وقبل ما لويس يشرب الشاي،
بلغها إن عمره ما حب حد في حياته قدها، وإنه ضحى بكل حاجة علشانها، وقال لها إنه شافها وهي بتخونه مع بيلي وعرف كل حاجة. فبوني اتصدمت، وأثناء ما لويس كان بيشرب الشاي المسموم، فجأة بوني بتوقع منه الكوباية على الأرض. وفي الوقت ده بيلي بيوصل للشقة بتاعتهم، ولكن قبلها بوني بتكون أخدت لويس علشان توديه لأي مستشفى وتعالجه من السم اللي شربه. ولكن بيلي بيقدر يوصل لهم وبيهدد بوني إنها لو ما جاتش معاه هيخلص عليها. بس في الوقت ده لويس بيسحب سلاحه وبيصوت تجاه بيلي، والمرة دي الرصاصة كانت حقيقية وأنهت أمر بيلي. ولما بوني لاحظت إن الشرطة جاية عليهم، مسكت السلاح ووجهت ضربة تانية تجاه بيلي علشان تثبت قدامهم إن هي اللي خلصت على بيلي وتبرأ لويس. وبالفعل الشرطة بتسجن بوني وبيتحكم عليها بالإعدام. ولما جالها كاهن علشان يزورها قبل الإعدام وبوني حكت له قصتها، الكاهن اتأثر جدا بقصة بوني. وتاني يوم لما الحرس بيدخلوا الزنزانة بتاعت بوني علشان يعدموها، بيكتشفوا إن الكاهن قاعد مكانها ولابس الهدوم بتاعتها، وبيعرفوا منه إن هو اللي هرب بوني لأنها مظلومة. وفي المشهد الأخير بنشوف لويس وهو بيلعب قمار مع مجموعة من الناس، وبوني بتكون موجودة معاه علشان تساعده في الفوز. وساعتها بنعرف إن الاتنين قرروا إنهم يكملوا حياتهم سوا لأنهم حبوا بعض جدا. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك.